السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو استفيدي من جديد. أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة رائعة جدا لترطيب الشعر. الكثير منكم في التعليقات الأخيرة طلبتم مني وصفات لترطيب الشعر، طبعا بخصوص بمناسبة العيد وأيضا في الأيام العادية كلنا نبحث على شعر رطب وحريري. وصفتنا لليوم سهلة جدا ونعتمد فيها على مكونات بسيطة ومتواجدة في كل بيت، وهي أيضا تقوم بتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف. إذا لنرى على بركة الله ما هي مكونات هذه الوصفة. سنحتاج كمكون رئيسي وأساسي إلى الموز، والموزة التي نحتاجها تكون موزة ناضجة جدا، ذلك الموز الذي يبقى وتتركونه لا تأكلونه وترون أنه قد نضج كثيرا. هناك البعض من يقوم برميه وهو يكون حلو جدا، يكون حتى في العصر يكون رائع، ولكن هناك من يرميه. ذلك النوع من الموز هو الذي سوف نستخدمه اليوم، وسترون عندما سأفتح الموزة ستكون ناضجة جدا. هذا هو الموز الذي سيعطينا النتيجة. لا تستخدموا الموزة وهي غير ناضجة. المكون التالي الذي سوف نستخدمه هو الأرز. يمكننا استخدام أي نوع من أنواع الأرز المتواجد لدينا. أنا سوف أستخدم أرز بسمتي لأنه المتوفر لدي. يمكنكم استخدام الأرز العادي أو الأرز الأصفر إلى آخره، لكن معروف أن الأرز البسمتي يطبخ بسرعة. إذا كنتم على عجلة من أمركم فقوموا باستخدامه. والآن على بركة الله لنرى ما هي طريقة هذه الوصفة. بالنسبة للطريقة، أولا نقوم بتجريد الموزة من قشرتها، وكما ترون كما قلت لكم الموزة هكذا تكون من الداخل ناضجة جدا. ونقوم بهرس هذا الموز. أنا سأقطعه إلى قطع صغيرة وبعد ذلك سأقوم بهرسها، وأنتم حسب طول شعركم. إذا كان شعركم طويل جدا لأنني قمت بقص شعري مؤخرا، فإذا كان شعركم طويل يمكنكم استخدام موزتين. إذا كان شعركم متوسط إلى قصير فموزة واحدة سوف تكفي. نقوم بهرسها بالشوكة لأنها ستصبح سهلة جدا لكي نقوم بهرسها، ونتركها جانبا. يمكنكم إذا لم تريدوا هرسها، ليس لديكم الوقت، يمكنكم وضعها مع القليل جدا من الماء وطحنها في المطحنة. وبعد ذلك نأخذ كسرونة ونضع فيها مقدار كوبين ممتلئين متوسطين من الماء، ونضع فيها مقدار ملعقتين كبيرتين ممتلئتين من الأرز. أنا قمت بغسل الأرز فيما سبق وتركته ينشف. إذا لم تغسلوا الأرز فيما سبق فاغسلوه وصفوه من الماء. بعد ذلك قوموا باستخدامه، اتركوه يجف أو قوموا باستخدامه مباشرة. بعد ذلك أضع الأرز على نار هادئة وأستمر في تحريكه من حين إلى آخر لكي لا يلتصق في قعر الكسرونة. يجب عليكم تحريكه من الحين للآخر لأنه سوف يحترق. فعندما هكذا يصبح الماء لونه متغير مائل إلى البياض قليلا ويصبح الأرز ناضج، وهذا الأمر ضروري جدا، نقوم بإطفاء النار ونتركه جانبا حتى يبرد. بعد ذلك نأخذ المطحنة ونقوم بوضع الأرز فيها مع الماء الذي قمنا بغليه. طبعا الماء يصبح قليلا يتبخر ويصبح قليل في الأرز فنضعه. إذا كان الماء كثيرا أو وضعتم ماء كثيرا فلا تضعوا الكثير من الماء، فقط الكمية التي صنعناها من الأرز مقابل ملعقتين كبيرتين من الماء الذي طبخ فيه، وتخلصوا من الماء الآخر واستخدموه لبشرتكم. ونقوم بطحن الأرز جيدا 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 حتى يصبح على شكل كريم كما ترون. إذا تبقت هناك مثلا مطحنتكم لا تطحن جيدا وتبقت هناك قطع صغيرة تقومون بتصفيته في الفلتر، ويكون هكذا، يكون رائع جدا، كأنه الماسك الذي يباع في المحلات. والآن نأخذ الأرز الذي قمنا بطحنه ونضيف إليه الموزة التي قمنا بهرسها. ويمكنكم عمل شيء آخر أيضا، يمكنكم طبخ الرز وبعد ذلك تقومون بطحنه مع الموزة، ليست هناك مشكلة، يمكنكم عمل هذا أيضا.
وبعد ذلك سأقوم بإضافة زيت جوز الهند. بالنسبة لي زيت جوز الهند هي أكثر زيت تناسب شعري. يمكنكم استخدام أي زيت تناسب شعركم، يمكنكم استخدام زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت الأرغان أو أي زيت أخرى متواجدة لديكم. أنا سأقوم بإضافة 3 ملاعق كبيرة. بصراحة أضفت ملعقتين وانطفأت الكاميرا ولم تصور، لكنني أضفت ملعقتين والآن سوف أضيف الملعقة الثالثة. يمكنكم إضافة كمية الزيت التي تريدونها، وكلما كان شعركم جاف كلما تضيفون كمية أكثر من الزيت. وبعد ذلك نقوم بخلط الوصفة مع بعضها البعض جيدا 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 حتى يندمج الموز مع الأرز مع الزيت ويصبح على شكل كريم ثقيل. وكلما أضفتم الزيت كلما كان أخف. المهم لا يجب أن يكون ثقيل جدا لدرجة أنه لا يفرد، ولا يكون خفيف جدا لدرجة كأنه ماء. يجب أن يكون بين وبين، يعني بكثافة الكريم. والآن بالنسبة لطريقة تطبيقها على الشعر، الطريقة سهلة جدا. تمشطون شعركم، يعني يجب أن يكون الشعر ممشوط جيدا. وبعد ذلك تأخذون من هذه الوصفة وتضعونها خصلة 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 لكي يعني يتشبع شعركم من هذه الوصفة، لأن هذه الوصفة تقوم بتغذية شعركم من الجذور حتى الأطراف. تضعون هذه الوصفة من جذور الشعر حتى أطرافكم، يعني كأنكم تقومون بوضع الكيراتين لشعركم بطريقة الكيراتين خصلة فخصلة، وتعطون كل خصلة وقتها في تطبيق هذه الوصفة. وبعد أن تقومون بوضع هذه الوصفة على كل خصل الشعر، ويا حبذا لو ساعدكم أحد في هذا، تضعونها على الأطراف أيضا، الأطراف المتقصفة وفي بداية الجبهة، لأن هناك بعض الناس يعانون من أن شعر الجبهة يكون أخشن من باقي الشعر، فتضعون طبقة كثيفة، وإذا تبقى لديكم خذوه وضعوه على كل الشعر. بعد ذلك لفوا شعركم على شكل كعكة وضعوا بونيه بلاستيكي لشعركم. هذا الأمر ضروري جدا، بونيه بلاستيكي أو بلاستيكة لشعركم. واتركوا هذه الوصفة من 2 حتى 3 ساعات. إذا استطعتم تركها أكثر فاتركوها، ليست هناك مشكلة. كلما كان شعركم أخشن كلما تركتموها أكثر. وبعد ذلك تقومون بالاتجاه إلى البانيو وقلب رأسكم، وتوجهون ماء دافئ إلى شعركم حتى يتجرد من كل هذه الوصفة. يعني في الأول سيهبط ماء يعني بلون الوصفة، ماء المائل إلى البياض. وبعد ذلك عندما تلاحظون أن الماء الذي يهبط من شعركم أصبح يعني شفاف وليس به أي لون، تقومون بغسل شعركم بالشامبو المعتاد وتغسلونه مرة واحدة للاحتفاظ بنتائج هذه الوصفة. اغسلوه مرة واحدة فقط. وإذا استطعتم، إذا كان شعركم مغسول، فيمكنكم غسله الكونديشنر بدل الشامبو. وبعد ذلك ستلاحظون مباشرة نتيجة رائعة جدا ولمعة مدهشة في شعركم. وبعد كل مرة استخدام ستلاحظون أن شعركم يتحسن أكثر فأكثر، خصوصا إذا كان شعركم جاف جدا جدا جدا. إذا كان شعركم يعني جاف عادي، جفاف عادي، فستلاحظون نتائج الوصفة منذ أول استخدام ولن تحتاجوا إلى إعادتها. لكن إذا كان شعركم خشن جدا جدا فستحتاجون إلى عمل هذه الوصفة 2 حتى 3 مرات أو أكثر لكي تلاحظون النتيجة النهائية. وصدقوني نتيجة هذه الوصفة رائعة جدا، وتعتبر بديلة طبيعية رائعة للكيراتين. طبعا الآن هناك من يريد عمل الكيراتين، ولكن بحسب الظروف التي نمر بها حاليا والحجر الصحي لا يستطيعون الذهاب لعمل الكيراتين أو لعمل سشوار لشعرهم، فهذه الوصفة رائعة جدا كبديل للكيراتين وللسشوار في هذه الظروف. وتصنعون فقط الكمية التي سوف تستخدمونها في ذلك اليوم وفي تلك المرة. لا تصنعون كمية كبيرة، لأن الموز معروف أنه يفسد بسرعة. ولا مثلا لا تهرسوا الموز في الصباح وتستخدمونها في المساء لأنها سوف تفسد. يجب عليكم استخدام الموز بعد هرسها مباشرة. ولكن يمكنكم طبخ الأرز واحتفاظ بكمية من الأرز المطبوخ في الثلاجة بمائه، ليست هناك أي مشكلة. إذا كانت هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تكون قد فادتكم ونالت إعجابكم.